النهارده انا قررت اجرب نظام الطيبات لمده 24 ساعه للدكتور ضياء العوضي الله يرحمه، وهشارك معاكم الوجبات وحصل ايه في اليوم من الصبح بالليل. هتكلم في الفيديو ده عن نظام الطيبات، ايه هو اولا، ثانيا الوجبات اللي فيه والمسموحات والممنوعات بكل حياديه، ونشوف هل النظام ده فعلا كويس ولا اي كلام. فخلينا على طول نبدا باول وجبه ونحكي اكتر عن الموضوع ده بعدين. الساعه دلوقتي 12 ونص، ومن الصبح ما كانتش حاجه غير التمر والقهوه. وبصراحه التركيز في المذاكره كان حلو قوي، وحاسس ان انا ما اتشتتش خالص، كان تركيز كويس بصراحه. الفكره كلها في اللي جاي، ان في جاي حاجات غريبه قوي بصراحه في الجدول، ف wait till you see. بيس اوت. ولغايه ما وجبه الفطار تيجي، تعال احكي لكم ببساطه ايه هو نظام الطيبات. هو نظام عامه ده اخترعه دكتور اسمه دكتور ضياء العوضي. ناس بتقول ان هو يعني ما ماتش موت طبيعيه، انا ما اعرفش بصراحه. في ناس بتقول ان هو يعني مات باوفر دوز وحاجات غريبه زي كده. مقسم الاكل بتاعنا فريقين، فريق اسمه المسموحات وفريق اسمه الممنوعات. في المسموحات يعني طبعا اشهر حاجه بالنسبه له كان توست الرده، العيش اللي هو الكامل الحبه ده. فهو ده طبعا ما حدش يختلف ان هو مفيد، افيد طبعا من العيش الطبيعي اللي هو العيش الابيض الفين وكده، افيد منهم بمليون مره، وفايبرز وحاجات طبعا كتيره. في البروتين هو سامح بحاجات زي اللحمه، السمك البحري، الحمام والارانب. مين بياكل ارانب؟ مش عارف. واغرب حاجه في البروتين هو سامحها الممبار والكوارع. ما حدش يختلف على الكوارع، الكوارع كويسه، بس الممبار لو بنعمله بطريقتنا احنا انا مش عارف بصراحه. في قسم الدهون هو سامح طبعا بالسمنه البلدي والزبده، زيت الزيتون طبعا معاه، والجبنه. نيجي في معضله الجبنه، لان الجبنه دي بصراحه معضله كبيره قوي. مش سامح بالجبنه القريش وكده، بس سامح بالجبنه الكريمي او الرومي او الموتزاريلا. نيجي لاكتر حاجه بتثير الجدل بصراحه، وهي السناكس. هو سامح بكذا حاجه، اغرب حاجات هو سامح بيها هي النوتيلا والحلاوه الطحينيه والبسبوسه. بس البسبوسه بيقول لك لازم تبقى اساسه معينه من غير لا حليب ولا بيض. معانا تاني وجبه، وهي وجبه الفطار، يعتبر غريبه قوي بصراحه. الوجبه عباره عن جبنه كيري بزيت زيتون وزعتر، عيش طبعا ده اشهر حاجه يعتبر في الجدول كله، عيش اللي هو كامل الحبه، موزتين، وده طبعا من المسموحات في نظام الطيبات، وشويه تمر زي الصبح. بس اغرب حاجه فعلا هي الشيبسي في نظام الطيبات. في المسموحات بيقول لك كل شيبسي عادي. انا مش عارف اقول ايه بصراحه. يلا بينا تعال نجرب. صراحة أنا حاسس إن في حاجة ناقصة وهي البيض، فدي كانت غريبة أوي بالنسبة لي بصراحة. المهم فتحت حاجة على اليوتيوب، بدأت آكل الوجبة، وبصراحة تقييمي للوجبة، الوجبة كلها ممتازة بصراحة. لو شلنا منها الشيبسي بس وغيرنا الجبنة دي بجبنة أصح منها شوية، فيها دهن طبيعي مش زيت مهدرج، غالبا هتبقى وجبة يعتبر 100%. ودي كانت المفروض الوجبة اللي قبل التمرين، فرحت بعدها أخدت تمرينة كويسة بصراحة. فمن الواضح إن الأكل ما أثرش على التمرين أوي، ولا في القوة ولا في أي حاجة. طيب يا جماعة، المفروض لسه مخلص الجيم. الاكل الفطار ما اثرش قوي في التمرينه، لانه يعتبر يعني حرفيا عيش وجبنه، فيعني مش حاجه جامده قوي. عملت كوبايه قهوه عشان كنتش نايم كويس النهارده، اظن فوق شويه. وحاجه غريبه كده، بص، حوار السجاير في نظام الطيبات ده بصراحه حاجه يعني يعتبر ايه، عامله اثاره جدل جامده قوي. الفكره كلها ماشي، الراجل كان بيشرب سجاير، انا مش عارف بقى الراجل هل قال اشربوا سجاير في نظام الطيبات، ما اظنش ان هو ده حقيقي. بس الفكره ان هو كان بيقول ان اللي ما بيشربش سجاير ناقص من رولته، ودي حاجه غبيه قوي بصراحه. يعني شرب السجاير يا جماعه مش محتاج اقول اضراره، يعني اكيد اضراره بليارات الاضرار. بعدين بيقول لك في 70 ماده مسرطنه في السيجاره الواحده، فيعني حاجه ملهاش اي ستين لازمه بصراحه. ممكن تكون دي هو ده كان فعل شخصي، بس عامه نظام الطيبات ما اظنش ان فيه سجاير خالص. اظن الورقه مكتوب جواها حاجه غريبه كده، مكتوب جواها سبسكرايب. بصراحة شعور غريب النهارده، يعني انا من الصبح ما اكلتش غير الفطار اللي شفته ده، اللي هو العيش والجبنه حرفيا. بس لغايه دلوقتي مش جعان. يعني حتى انا بعد المفروض بعد التمرين دايما اكون هموت واكل اي حاجه، بس دلوقتي حاسس ان انا لسه شبعان شويه، فهنأخر الغدا شويه، نشوف هنذاكر ولا نعمل ايه. بس بيس اوت. هنا بصراحة أنا جالي سؤال، ازاي النظام فيه نوتيلا بس منع البيض واللبن والخضروات؟ اشهر حاجه عنده في الممنوعات هي الخضار بكل انواعه، الطماطم، الخيار، البصل، الكل ده، كل ده عنده ممنوع. سبب المنع بتاعه كلها معظمها بيبقى مرشوش كيميكالز وحاجات. انا قريت في الموضوع ده قبل كده، ان في حاجه اسمها اندوكراين ديسربتيف هرمونز او اندوكراين ديسربتيف كيميكالز، هي بتغير الهرمونات في الجسم وبتاثر على الجسم. ده معروف، الناس كتير بتستخدمه من المزارعين وكده. طبعا ده المفروض الكلام ده في مصر وبره مصر كله غير قانوني، بس اكيد طبعا بيحصل من تحت الترابيزه يعني محدش يعرف. من النقطه دي، هل تمنع الخضار كامل عشان شويه كيميكالز فيه؟ اظن يعني ان فايده الخضار تكسب كفه يعني الفايده اكتر من كفه الضرر بتاع الكيميكالز دي. للاسف المايك مش معايا، بس حان وقت الوجبه الاساسيه وهي وجبه الغداء. بصراحه لما قريت في نظام الطيبات، فراخ ممنوعه، مكرونه ممنوعه، كل حاجه ممنوعه. الحاجه اللي فيها بروتين الوحيده اللي ممكن استخدمها هي السمك واللحم. اللحمه غالي، فالغي حوار اللحم، فجبت سمك مشوي. انا بصراحه اكتر واحد ما بعرفش اكل سمك في حياتي، ويعني مش من احسن الحاجات الاوبشنز ليا يعني. والحاجه الوحيده برضو اللي في الكربوهيدرات اللي ممكن اكلها هي الرز، طبق رز متين. واظن الطحينه يعني في نظام الطيبات، لان هي
سمسم عادي، فسمسم معانا برضو عادي، مفيش سلطه يعني. الحمد لله عفرت واكلت الوجبه، الحمد لله على النعمه طبعا يا جماعه. في ناس بتحبش اكل عادي، بصراحه ما كانتش اسوأ حاجه، ما حسيتش بعدين ان انا عاوز انام خالص. انا وقت اخر وجبه في اليوم، هي يعتبر المسموحات في الدايت ده يعني صغيره قوي، فالفكره انك ما عندكش اوبشنات كتير، هو يعتبر عندك العيش وعندك الجبنه وعندك حاجات صغيره قوي، فيعتبر وجبه العشاء تبقى زي وجبه الفطار، شويه تغييرات شويه بس، يعتبر كلهم نفس الحاجه، نفس الجبنه. اهم حاجه تبقى جبنه كريمي، هو مش سامح بالجبنه القريش خالص ومش عارف ليه بصراحه يعني، بس بيقول برضو ان هي ايه منتجات الالبان وبايظه شويه، مع ان دي برضو منتجات البان، انا مش فاهم حاجه بصراحه. وعندك برضو نفس العيش. بصراحه ممكن اقول لك الوين في الدايت ده كله هو العيش بصراحه، لان العيش ده اول حاجه بيشبع كتير قوي، يعني انا اكلته من الصبح وبعد التمرين حتى ما كنتش جعان خالص. تاني حاجه ان هو فيه فايبر كتير، الفايبر برضو بيقلل برضو امتصاص السكر وكده، ما بيعليش السكر قوي، والجلايسيميك اندكس بتاعه برضو قليل شويه، فحلو يعني بصراحه للدايت. وتالت حاجه وهي الحاجه المختلفه شويه النهارده، الفشار. بصراحه الفشار اللي انا اعرفه ان هو يعني حاجه هاي فوليوم تملى البطن كتير يعني، وسعراته يعتبر قليله، يعني انا مثلا استخدمت 50 جرام طلعوا لي كل دول، يعني الطبق ده كله فيه 250 كالوري، فبصراحه وين وين يعني. انا مش فاهم حاجه، تعالوا ناكل واسيبكم مع المونتاج. دي كانت اخر وجبه في نظام الطيبات. وفي اخر الفيديو، هل انت شايف انك ممكن تمشي على النظام ده ولا طلع اي كلام؟ قول لي رايك في الكومنتات، وقول لي لو جات لك الفرصه هل هتجربه فعلا؟ بس لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وبيس اوت.